بصوا معايا على المنظر ده، تحفة صح؟ صينية البطاطس باللحمة اللي ريحتها تفتح النفس ولسه طالعة سخنة من الفرن. بس استنوا، ده كان في الآخر. تعالوا شوفوا بدأت ازاي لحد ما بقت بالشكل ده. صدقوني الطريقة سهلة والطعم هيخليكم تعملوها النهاردة قبل بكرة. وزي ما وعدتكم في الفيديو اللي قبله ان انا هنزل طريقة صينية البطاطس باللحمة في فيديو منفصل، اهو وفيت بوعدي وعملت الفيديو. الاول جبت اللحمة بتاعتي غسلتها وقطعتها قطع متوسطة زي ما شفتوا في اول الفيديو. بعد كده هتجيبي حلة واسعة تحط فيها شوية زيت قليلين، وهننزل بالمستكة والحبهان الاول لحد ما المستكة تسيح. بعد كده هنزل اللحمة بتاعتي على الزيت وهو سخن زي كده علشان اديها تشويحة كده وتاخد صدمة مع الزيت لحد ما اللحمة تغير لونها زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده. اول ما اللحمة بتاعتي تاخد لونها كده هنزل بيه تغير لونها اقصد، هنزل بيه بصلاية متوسطة مقطعاها زي ما انتوا شايفين. هنزل بيه ورق اللورة، معايا فلفل اسود حب كمان. ممكن تضيفي طماطم بس انا ما ضفتش، بس الطماطم حلوة يعني ضيفوها عادي. واي خضار انتوا عايزينه على فكرة. بعد كده كنت مسخنة مية على النار لحد ما غلت. نزلت بيها على اللحمة علشان تبتدي تدخل معايا في الغليان وتستوي بقى ايه معايا بسرعة، ما تاخدش وقت كبير على النار. بعد كده جهزت الخضار بتاعي. الخضار المطلوب لصينية البطاطس باللحمة بطاطس، طماطم، فلفل، توم، بصل، ده الخضار بتاعنا. هاجي كده على البصل بتاعي وقطعه كده، قطعت جزء حلقات زي ما انتوا شايفين، وجزء التاني قطعته مربعات قطع صغيرة. يعني ببساطة لو بتدوري على أكلة دافية ولذيذة وتلم العيلة حواليها، يبقى صينية البطاطس باللحمة هي الحل. وكمان هنعمل معاها شوية رز بالشعرية في الفيديو برضو. كملوا معايا الفيديو عشان نشوف مع بعض أنا عملتها إزاي بطريقة بسيطة وطعمها خطير. ما تنسوش تعملوا تضغطوا على زر أعجبني، انزلوا دلوقتي اعملوا اضغطوا على زر أعجبني. وما تنسوش برضو تسيبولي تعليق حلو وتقولولي اللي بيعملها يعني بتعملوها كده، او تعرفوا حد بيعملها بنفس الطريقة او بطريقة مختلفة. انا عايزة منكم تفاعل في الفيديو ونكون اصحاب واخوات مع بعض ونتعاون دايما في الخير. لو عندك طريقة مختلفة شوية وبيكون طعمها احسن اكتبيها في التعليقات علشان غيرك يشوفها. لو بنوتة برضو ممكن تاخد الطريقة بتاعتك وتجربها. يعني عايزين نفيد بعض كده يا بنات. وانا برضو يعني انا بحب التفاعل دايما في التعليقات ونكون مع بعض. طالما انا شاركت معاكم فيديو اكيد انا منتظرة منكم رد الفعل على الفيديو ده، سواء ايجابي او سلبي حتى، يعني علشان نتعلم. يعني ما هو برضو الانتقاد ممكن يكون وسيلة ان احنا نحسن ونقدم لكم الافضل ان شاء الله. بعد ما قطعت البصل قطعت فلفل اخضر. انا كنت جايبه واحده فلفل اخضر بارد مش حار وواحده حار. ده على حسب الرغبة علشان يعني في ناس بتحبها سبايسي يعني حار وناس لأ. وكمان قطعت طماطمية زي ما انتوا شايفين. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبتدي اضيف الملح والتوابل. الملح والتوابل عندي فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، زنجبيل مطحون، قرفة مطحونة، وضفت شوية بابريكا وشوية كركم. برضو حاجات بسيطة يعني كده، يعني تقريبا نص ملعقة صغيرة. وكمان بعد كده قمت دعكة البصل والخضار وكل ده مع التوابل ومقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى البطاطس بتاعتي بعد ما غسلتها واقطعها حلقات سمكها متوسط زي ما انتوا متوسط اقصد زي ما انتوا شايفين. وبعد ما اقطع البطاطس بتاعتي حلقات برضو هخلطها كلها مع الخضار والتوابل زي ما انتوا شايفين، بتدي طعم احلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما أنا بحب أصلي على النبي وأنا بشتغل، بحب أصلي على النبي وأنا بسجل الفيديو معاكم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة وخير، فصلوا على النبي في التعليقات. هجيب بقى الطماطم علشان اطحنها افرمها في الخلاط عشان ده هيكون عصير الطماطم اللي او التسبيكه اللي هنسوي فيها الصينيه بتاعتنا. جبت طماطميتين حلوين وكمان فرمت معاهم التوم.
هنا اللحمة بتاعتي كانت خلاص استوت كده في الشوربة. أنا بسويها تسوية كاملة علشان احنا بنحب اللحمة تكون دايبة كده وطرية جدا. ممكن لو انتوا بتحبوها مش قوي يعني تسويها 3/4 تسوية، وكده كده هتكمل بقية تسويتها مع الصينية اللي فيها البطاطس. لكن سويتها كاملة على تسوية كاملة علشان تكون مستوية خالص. بعد كده هبتدي أشيلها من الشوربة واضيفها على الصينية اللي أنا محضراها معاكم. الشوربة تحفة يا بنات والله العظيم، يعني اعملوها زي ما أنا عاملاها والله هتدعوا لي. خلاص كده بعد ما ضفت اللحمة بتاعتي على صينية البطاطس هبتدي انزل بعصير الطماطم اللي احنا فرمينه في الخلاط، وكمان معاه التوم. هنزود الصينية بتاعتنا بقى من الشوربة بتاعت اللحمة، مش هضيف ليها اي مية، انا هزودها من الشوربة بتاعت اللحمة بيكون طعمها احلى واحلى. معايا هنا كملوا الفيديو للاخر، اوعوا تخرجوا من الفيديو. وبعد كده هضيف حوالي 2 معلقة كبار من الزيت. وكمان ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم، حد حابين ان هو يتعلم، حابين تدعموني وخلوا القناه تكبر، يعني هيكون شاكره ليكم جدا. بعد كده حطيتها على البوتاجاز علشان اسويها. على فكره ممكن تغطيها بفول كويس جدا، او تغطيها بالغطا بتاعها وتغلفيها اقصد، وتدخليها الفرن تستوي تسويه كامله. هتقعد في الفرن من ساعه لساعه ونص لو اللحمه مش مستويه. بس انا هنا سويتها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين معايا تقريبا ساعة كده وخلاص كان كله تمام. وبعد ما استوت انا دخلتها بقى الفرن تحت الشواية بس علشان تاخد الوش الحلو ده. المنظر تحفة صح ولا ايه؟ شوفوا لي بقى صينية البطاطس باللحمة بعد ما طلعت من الفرن. البطاطس مستوية جدا، شايفين الصوص ده روعة، اللحمة مستوية ودايبة خالص. يعني جربوها بالطريقة دي. تعالوا بقى علشان نعمل مع بعض شوية رز بالشعرية، انما ايه من الاخر الاكلة دي ما تكملش الا بالرز بالشعرية. تمام. اول خطوة هحط كده حوالي 3 كوبايات من الرز. بعد كده هاخدهم علشان اغسل الرز ده كويس جدا تحت الحنفية لحد ما المية بتاعته تكون بيضة زي الفل. معايا حلة فيها شوية زيت سخنين، ونزلت بيه شوية من الشعرية كده، هحمرهم في الشعرية لحد ما لونهم يبتدي يصفر او يبقى ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين. بعد كده هضيف الرز معايا على الشعرية اللي انا غسلته وصفيته من المية. هقلب كويس جدا، اضيف الملح وهضيف المية كمان. ممكن بدل ما تضيفوا مية تضيفوا شوربة اللحمة برضو هتخليها حلوة، بس انا هنا ما ضفتش لاني نسيت احط من الشوربة بتاعت اللحمة، فضفت مية زي ما انا متعودة. لكن الشوربة بتخلي الرز طعمه حلو جدا. وكان هنا الرز معايا خلاص خلص زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى اوريكم الشوربة الخطيرة بتاعت اللي انا سلقت فيها اللحمة. الشوربة تحفة تحفة تحفة. وكده الأكلة بتاعتنا اللذيذة الخطيرة تكون جهزت وخلصت. صينية بطاطس باللحمة خطيرة، الرز بالشعرية خطير، الشوربة خطيرة. فاضل بس هاتي ليمونة ويلا تعالى ناكل بألف هنا وشفا. اعملوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.